ثم ندوزو للسكان والمدن. عدد السكان اكثر من 37 مليون نسمه. الكثافه السكانيه عاليه، يعني في السواحل، في الشمال والسواحل، قليله في الجنوب والجبال. المدن الكبرى كالدار البيضاء اكبر مدينه يعني وعاصمه اقتصاديه، الرباط العاصمه السياسيه، فاس مراكش تاريخيا وثقافيا يعني علاقه بالتاريخ والثقافه، طنجه وكادير اقتصاديه وسياحيه في نفس الوقت، يعني واحد التنوع. العيون الداخليه يعني في الجنوب حتى هي فيها السياحه. ثم الجهات الاداريه، المغرب كينقسم ل 12 جهه اداريه، 12 جهه اداريه: طنجه، تطوان، الحسيمه، ثم الشرق، ثم فاس مكناس، الرباط، سلا، قنيطره، كذلك بني ملال، الخنيفره، ثم الدار البيضاء، السطاط، وكذلك مراكش، اسفي، ودرعا، تافيلال، لسوس، مسا، وقلميم، وادنون، والعين، الساقيه الحمراء، والداخله والذهب نسيناها. هادو 12. ثامنا الموقع الاستراتيجي والاهميه الجيوسياسيه. المغرب كيتواجد في نقطه التقاء بين افريقيا واوروبا، كيتحكم في مضيق جبل طارق، يعني احد اهم الممرات البحريه في العالم، كيلعب واحد الدور كبير في العلاقات الافريقيه والعربيه والاوروبيه. عنده واحد الاستقرار سياسي نسبي، وهذا الشيء خلاه قوه اقليميه مؤثره. بخلاصه اكيد هذا الشيء كامل غير الخير باش تجي الفكره انه مش الحل. المغرب بلد متنوع في كل شيء، تضاريس مختلفه، مناخ متنوع، سواحل غنيه، ثروات طبيعيه مهمه، وسكان عندهم تنوع ثقافي، عربي، امازيغي، افريقي، اسلامي. تنوع الثقافه، التنوع هو سر القوه ديال المغرب جغرافيا واقتصاديا وحتى حضاريا. الى ذلكم الحين سال هذا التلخيص ديال جغرافيه المغرب بخلاصه، يعني بايجاز، لانه المباراه مشى لها الحال بالنسبه للناس اللي غيتوي واحد الفكره واللي مراجعين ديجا ويشوفوا ريزون في هذا التلخيص. دمتم سالمين، ديروا واحد لابوني واشتراك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.